عندكم مشاكل دايما مع البسبوسه انها بتنشف منكم وما بتظبطش معاكم وما بتشربش الشربات، ما بتطلعش معاكم زي الجاهزه ولا دايبه ولا مرمله؟ هقول لكم النهارده بقى على طريقتي المعتمده للبسبوسه هتطلع معاكم دايبه ومرمله وزي اللي بتشتروها من عند الحلواني بالظبط واحلى كمان. كوبايتين من السميد اللي هو دي البسبوسه، ربع كوبايه من جوز الهند المفروم وممكن تحطوا بداله سميد، معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهنقلب المكونات الجافه. كوبايه من السكر نحطها على النار كده ونحط عليها ربع كوبايه من الميه ونسيبهم على النار لحد لما يبتدي السكر يتكرمل ولونه يغير كده. اول ما ياخد لون حلو نحط عليه معلقتين كبار من السمنه ومعلقتين كبار من الزبده وعلبه قشطه 170 جرام، وممكن تستخدموا قشطه اللبان عادي، المهم 170 جرام. نحط عليهم كوبايه الا ربع من الميه ونقلب، وبعد كده نطفي النار ونسيبه يهدى 5 دقائق فقط. بعدين بنحط فوق السميد بتاعنا ونقلب يا دوبك نلم المكونات، ما نقلبش كتير، يا دوبك نخلط المكونات مع بعضها ومبقاش في اي مكونات جافه. نحطها في صينيه مدهونه بالسمنه ونظبطها كده ونسويها، ممكن نحط عليها اي نوع من انواع المكسرات وندخلها فرن سخن على درجه حراره 200 لحد لما تاخد لون من الاطراف ومن فوق، وممكن تولعوا عليها الشوايه بعد ما تاخد لون من الاطراف. لشربات البسبوسه كوبايتين من السكر وكوبايه ونص من الميه نحطهم على النار، اول ما يغلوا نديهم عصره ليمونه ونديهم تقليبه ونسيبهم يغلوا كمان 4 دقائق، وبنسقي البسبوسه وهي سخنه والشربات سخن، الاثنين سخنين. البسبوسه الناجحه المرمله بتشرب الشربات مهما سقيتوها ومهما كانت كميه الشربات، اسقوها على قد ما تقدروا على حسب ما تحبوا يعني، تطلع معاكم طريه ومرمله ودايبه وهتشرب الشربات كله، هتنجح معاكم من اول مره هتجربوا بيها الطريقه دي، ومتاكده لو جربتوها هتعتمدوها وهتنسوا كل وصفات البسبوسه اللي اتعلمتوها قبل كده.